وهو تقليد انتشر في بعض البيوت الحجازية في تأكيد على تأثر عمارة وزخارف المنازل بعمارة المساجد. وهكذا تتكامل في المنزل أشكال الخطوط والزخارف الخشبية مع النباتات الطبيعية. النباتات برضو مخلوطة مع البيت، ودي حاجة جديدة ما كانت موروثة، لكن زي ما قلت أنا ما بقلد، بحاول أشوف الموجود والإمكانيات الحالية. الآن إمكانيات تتيح العزل، تتيح عملية السباكة، فالموية عندي بالإلكترونية بتتوزع على كل البيت للسقي الزراعة، هذه ما كانت ممكن توفر في الماضي. فالآن الإمكانيات الحديثة توفر لي، ليش ما استخدمها؟ فاستخدمتها واستوعبتها جوة العمارة. فبالتالي البيت في الطبيعة بيستوعب الزراعة بتتغير البيت أسبوعيا، لأنه شيء بيطول وشيء بيمل كده وشيء بيجي كده، فيبتدي البيت ياخذ تشكيل طول الوقت. في المواسم، في الصيف غير، وفي فترة الشتاء غير. حركة الشمس من مائلة إلى رأسية، ده كله بيأثر على البيت والضوء فيه والحركات، الهواء في النهار، كل دي بتخلي الإنسان، بتخلي العمارة والإنسان بيعيش في داخلها مع شيء متغير دائما، ما في ملل. أما المكتبة في المنزل فلها ركنها الهادئ الخاص، وقد زودت بمختلف وسائل الراحة وبالإضاءة الهادئة، وهي أمور تساعد في مجملها على تحقيق الغاية من وجود مكتبة المنزل. وقد زودت المكتبة بأثاث ينسجم مع طبيعتها ويوفر الراحة والهدوء لجالسيها. من هنا مكتبتي الخاصة، أو جزء من أكثر من مكتبة عندي، لكن هذه اللي هي بجلس فيها، بستقبل فيها أحيانا بعض الإخوة زملائي، وتتعدد إلى مجالس. يعني المجلس هذا ممكن واحد يجلس وراكز رجوله على الأرض. المجلس الثاني اللي يجلس فيه هنا ممكن بكون جالس ورجولي مرفوعة إلى أعلى، الجلسة الطريقة العربية حقتنا في الجلسة، وكل جلسة لها طبيعتها. يعني فبجلس مثلا كده برفع رجولي، بجلس مرتاح في جلستي، ويكونوا ضيوفي موجودين ونتكلم ونناقش وكذا. فكل مكان له طبيعته، كل جلسة لها طبيعتها. بطل هنا على مجلس البيت بالكامل. الكتب مختلفة، في كتب عندي من أيام الدراسة في العمارة، وكتب أخرى في العمارة باللغة الإنجليزية، وعندي بعض المراجع القديمة للعمارة الإسلامية قد تعود إلى 300 سنة أو 250 سنة، كتب قديمة جدا. عندي خرائط قديمة، وتركيزي بالذات بشكل عام على العمارة الإسلامية، وبشكل متخصص مكة والمدينة. عندي تفاصيل كثير، يعني يمكن مكتبتي المعمارية خاصة مكة والمدينة يمكن ما تقل عن 20-30 ألف صورة بكل مراحل التاريخ لمكة وللمدينة. والآن حلمي اللي أحلم به وأتمنى أنه يكتمل، أنه أسوي قاعدة معلومات متكاملة، واحدة لمكة واحدة للمدينة، تشمل الكتاب، تشمل المعلومة المروية أو المقروءة بربطها بعلاقة مع الصورة المرئية مع الخريطة. فدي الطريقة دي هذه ضرورية جدا لعمل ربط ما بين الماضي والمستقبل، أو جيل الماضي وجيل المستقبل، لأنه المتغيرات بصرف النظر عن أسبابها ويعني رأي الإنسان فيها، لكن بما لا يختلف عليه أحد إنها تغييرات كبيرة. الآن نحتاج إلى فعلا عملية التوثيق لربط ما كان في الماضي لأجيال المستقبل، حتى على الأقل إذا ما يشوفوه في الواقع يقدروا يشوفوه عن خلال الصور والمعلومات. وبعد غذاء الفكر والروح يأتي غذاء الجسد أو مكان الطعام، وله أيضا تفاصيله المعمارية والفنية. الجزء بنشوفه الآن هو مكان الطعام، أو جزء من الحرم لك البيت. المطبخ قريب من هذا، لكن طاولة الطعام برضو صممتها بطريقة إنه فيها القابلية إن تكون مغلقة، زي ما نشوف هنا هذه مغلقة أو مفتوحة. لما تكون مغلقة ممكن هذا يكون مستوى الأرض بالكامل، فالواحد يقدر يستخدم الفراغ عادي كمجلس مستمر، أو إنها تفتح وتترفع عن الأرض وتفتح أطرافها، وممكن الواحد يكون جالس على الأرض
بيجلس على الأرض. طبعا أحيانا بيحتاج الواحد المرونة يتحرك، فبيحرك الكرسي، فعامل الكرسي متحرك. وبرضه يحتاج يجيب الطاولة حقته، الطاولة حقته بتيجي والكرسي متحرك، بيحط أكله. وهنا طبعا هذه اللي هي متحركة برضه بيتحرك فيها الطعام. هذه قد تكون يعني مأخوذة من الاتجاه الصيني. وهذه التفاصيل الغنية التي نراها في البيوت الإسلامية هي جزء من التركيز على توفير مختلف العناصر الجمالية الفنية، فضلا عن الحاجات الأساسية للاهتمام بالمنظور الداخلي بحيث يغني عن النظرة إلى الخارج. ويحتل القوس المخموس بأحجامه المختلفة مكانة مميزة في البيت الحجازي، ولا سيما وأنه القوس الأكثر شهرة في العمارة الإسلامية. وتتمازج في هذه الأقواس وما حولها أنماط البيت الدمشقي التقليدي مع اللمسات الفنية الحجازية الخاصة. ويضم المنزل أشكالا مختلفة من العقود أو الأقواس تناغمت مع بعضها البعض، مثلما اتحدت مختلف مكونات العمارة الإسلامية في النمط الحجازي. وقد تكاملت أحجامها المتفاوتة المتجاورة وتوحدت في مكوناتها وخطوطها الأساسية، وشكل التعدد في الحجم مع وحدة الشكل نسيجا معماريا فريدا ومريحا في الوقت نفسه، كما زينت العقود بمصابيح مختلفة. وتندمج هنا الروح الأندلسية من حيث اتحاد عنصري الخضرة والماء مع عقود من الطراز المغولي الإسلامي. في عدة أجزاء موجودة منسجمة مع بعضها البعض، زي مثلا بنشوف الجزء اللي هو أمامنا أشير عليه بالعصاية الأعلى، هذا عبارة عن حجر معمول من الحجر وقديم، قطعة قديمة جدا من إسلاميك موغول اللي هو في الهند، العمارة الإسلامية المغولية. وتيجان العقود أخذت أشكالا فريدة مدلاة داخل القوس قلما نجد لها مثيلا في أنماط العمارة الإسلامية الأخرى. واستخدمت فوق بعض عقود الأبواب تشكيلات معدنية تنسجم مع القوس الحجري نصف الدائري والقوس المعدني الصغير داخل التشكيل. وزينت أقواس بعض الأبواب الداخلية بزخارف من الفن الإسلامي الشهير الأرابيسك مع زجاج ملون. والنوافذ لها أشكال مختلفة في العمارة الحجازية، لكنها في الغالب كمثيلاتها في أنماط العمارة الإسلامية، مستطيلة الشكل تؤكد ميل هذه العمارة إلى البيوت ذات الأسقف العالية، مثلما تسمح بإدخال أكبر قدر من الضوء، وتنتهي بأشكال مختلفة من الأقواس غالبا ما يكون مخموسا انسجاما مع بقية العقود المخموسة داخل المنزل. وفي لمسة فنية رائعة عمد المعماري هنا إلى عكس الصورة التقليدية للقوس الكبير الذي تعلوه أقواس أصغر في بعض أنماط العمارة الإسلامية، فبدأ بقوس صغير تعلوه نوافذ مستطيلة تطل كلها على الفناء الداخلي للمنزل بخضرته ومياهه، ثم أكمل الصورة بأعمدة وزخارف خشبية تعلوها بعض المقرنصات.